شكرا لكم الشارع نيوز وقناة أشبريس على حضورها وتغطيتها لفعاليات المهرجان الأول للكاريكاتير الوطني الذي نظمته جمعية النجم الأحمر للتربية والثقافة. نحن سعداء جدا بهذه الإضافة النوعية التي أضيفت إلى الأنشطة الدالة والكبيرة لجمعية النجم الأحمر وأيضا للمشهد الثقافي بمدينة مشرع بن قصيري. حضرتم معنا حفل الافتتاح ورأيتم كيف مر في أجواء جد مناسبة، فتعرفنا على شخصية محتفى به الفنان محمد علي المعروف بحمودة من خلال شهادات مجموعة من مجايليه ومجموعة من النقاد. حفل الافتتاح أيضا مر في جو مناسب جدا وعرف حضور مجموعة من الفعاليات بالمدينة، الفعاليات المدنية والسياسية. نحن سعداء جدا كما قلت بهذه الإضافة النوعية التي تنضاف إلى مجموعة من الأنشطة التي تنظمها جمعية النجم الأحمر للتربية والثقافة. شكرا في الأخير على حضوركم وعلى تغطيتكم الجميلة لحفل الافتتاح. أنا جد مسرور بالتواجد ديالي في مدينة مشرع بن قصيري، حاضرين كمجموعات أو فرقة فن الأغنية الملتزمة في الملتقى الوطني ديال الناجي العالي، طبعا هو الملتقى الأول للكاريكاتير. وجد سعداء أننا متواجدين مع واحد المجموعة ديال الناس اللي هما كيمثلوا النخبة والمثقفين ديال مشرع بن قصيري، وكنتمناو يستمر يكون هذا الملتقى الاول يكون الثاني الى اخره. وبالتالي العروض انتم سمعتوا، حنا اليوم بنا بمجموعه فرقاتيه فهم واحد الحله جديده، شاركوا معنا واحد المجموعه ديال الاطفال اللي تاهم جايين من القصر الكبير معنا، حاولنا ندخلوهم معنا في الفرقه باش نعطيو واحد الصوره مزيانه. وفي نفس الوقت على ان الفن الملتزم كما كتعرفوا الساحه الوطنيه راه خاويه، نخص الاغنيه الملتزمه ما بقاش كيهتم حتى واحد. فبالتالي حنا كنحاولوا نخليو واحد الرساله من جيل لجيل على اساس نبقاو محافظين ولو واحد الشيء قليل على الاغنيه الملتزمه ولا ما يسمى الاغنيه الهادفه. وكنشكروا الاخوه المنظمين، السيد عيسى الرئيس والاخوات كاملين كنشكروهم على حفاوه الاستقبال، وكنقولوا لهم مبروك عليكم على النجاح ديال النشاط، ونتمناو ان شاء الله نوليو نتلاقاو في شي فرصه اخرى ونحييو عاوتاني الامسيات. حنا فعلا باقي كنقولوا ونعاودوا حنا جد سعداء على اننا متواجدين مع جمعيه النجم الاحمر ديال القصيري، واننا متواجدين في وسط واحد السله ديال المثقفين ديال المدينه، وهذا شرف لنا كبير.